الله يعينكم يا شباب، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. شنو عامل فيكم رمضان؟ صافا الولاد؟ رمضان عاد سنه سهله عاد، الدنيا بارده شويه، فهمتي؟ لا فما لا عطش لا حتى شيء، 3 4 سنين تالي معلم سخانه وكذا وكل شيء، تو هاو جا فهمتي متفرهد شويه. باهي شنو احوالكم يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير. بالطبيعه اليوم باش نحكيو على اخر اخبار الملاعبيه اللي ينشطوا في اوروبا، وعمكم صبري اللموشي وبدا الضرب من عمكم صبري اللموشي، بدا الضرب الصحيح، فهمتي؟ السيد قاعد فهمتي من جوار لجوار، قاعد يدور، قاعد يخدم في خدمه صحيحه. السيد حاط في قلبه بالرسمي، اختارنا بتفديك الولاد. السيد حاطط في قلبه يحب يعمل حاجه نتيجه بالمنتخب الوطني التونسي. ما تنساوش بالطبيعه اللايك والاشتراك في القناه. اي عاد الولاد 3000 خلينا نوصلوا على الاقل 3000 مشترك قبل العيد، الله يرحم والديكم. اي عاد الولاد المشاهدات، تصور الفيديو ذا هبطته البارح جاب 6000 مشاهده، والمشتركين قداش 1800. كيفاش؟ الله اعلم، مانيش عارف انا. اشتركوا الله يرحم والديكم، اشتركوا في القناه، وكانكم على الكلام الزايد في القناه هذه راه بطلتوا صحيح. ما عادش ان شاء الله، ما عادش كهو اللهم تجي حكايه خارج عن نطاقي. تو شهر رمضان ان شاء الله باش يكون سبب انا باش خويا ما نطلع حتى كلمه زايده في القناه هذه. باهي هاي سيدي، خلينا نشوف الخبر الاول. لموشي في مهمه خاصه باوروبا. شفتوا كيفاش؟ فرق كبير بين لموشي وبين سامي عوجها. ما وينكم في مهمه خاصه باوروبا؟ سمعتوش انتم قبل دوب ما شد سامي طرابلسي والخبر يكون هكا؟ والله سامي طرابلسي في مهمه خاصه باوروبا. المدرب الوطني سامي طرابلسي يفتح قنوات اتصال مباشره مع الانديه لضمان جاهزيه النسور. سمعتوش الحكايه ذي هكا من قبل؟ بالطبيعه لا. خاطر سامي طرابلسي هكا باش ما نقولش كلمه اخرى، فهمتي؟ يفشلم علينا. هي يفشلم على المنتخب وكذا، واخر حاجه عنده هو الفوز. هي اخر حاجه عنده هو الانتصار. الربح. شفتوه الربح هذاك، المونتاليتي نتاع الربح، الناس رباح. يقول لك الشخص هذاك رباح، يحب الربح، حتى كان يبدا يفدلك وكذا بين هو صاحبه شكون خاصه شكون رابح، يحب يربح. السيد اسمه سامي طرابلسي ما على باله فهمتي بالربح وكذا، اموره يحب معناها امورك نعرفش انا، هيا تقديلك فهمتي، رضي هذاك ورضي فلان ورضي فلتان. انت عيط لي بشد المنتخب، باهي شنو الجوارات اللي عندك؟ والله عندك فلان وفلان وبي وسي ودي، باهي عيط لهم هذوكم وخرج عليك المحترفين تاع اوروبا ودخلها بعضها وشكشكها هكا. نجي نشوفوا فهمتي الترتيب تاع المنتخب الوطني التونسي، نلقاوه في اسفل السافلين. فهمتوني علاش ديما نكبش في سامي عوجها. باهي يا سيدي، هاو الخبر الصحيح. لموشي في مهمة خاصة بأوروبا. المدرب الوطني يفتح قنوات اتصال مباشرة مع الأندية لضمان جاهزية النسور. ما وينكم انتم؟ بعد موناكو المدرب الوطني واصل جولته الأوروبية بخطى ثابتة، والهدف ليس مجرد المشاهدة بل التنسيق المباشر مع الأندية. السيد معناها قالك مش حتى كان يتفرج قاعد يتفرج 90 دقيقة وفي الماتش كهو هز روحه ومشي، لا يا معلم. يمشي كونتاكتي لونترنور نتاع الملاعب هذاك ونتاع جمعيته وكذا، ويحكي مع الفنيين وكلمه منا وكلمه من غادي شنو دبلوماسيه لموشي، التواصل المباشر مع انديه لاعبين في اوروبا. خطوة احترافية غابت عنا طويلا، الهدف منها ضمان أفضل ظروف تسريح اللاعبين. وشفتوا نقول لكم حاجة الولاد، شفت البريزونس نتاع الناخب الوطني وقت اللي يكون موجود وحاضر في ماتش نتاع جمعية، والجمعية ذيك فيها يلعبوا فيها توانسة، راهو كل الملاعب هذاك وقت اللي يعرف انه فما الناخب الوطني قاعد يتفرج فيه، كان باش يعطي 100% يعطي 150%، كان باش يعطي 150% يعطي 200%. وفما حاجة أخرى، الانترنور بتاع الجمعية ذيك وقت اللي يسمع بالناخب الوطني جاي يتفرج فيه، فما بوسيبيليتي، فما على الاقل 1% زايده انه الانترنور هذاك باش يهبطك اللاعبي تيتولير. علاش؟ على خاطر الانترنور الناخب الوطني نتاعو قاعد يتفرج فيه. فما برشا حاجات، راهو ريت البريزونس تاعو راهو ينجم يزيد برشا اضافات، مش كيما عمكم سامي عوجها من التلفزه، تلقاه راكز الشيشه من هنا فهمتني، طرفك حلو هكا وكل شيء فهمتني، وراكز الشيشه والله اعلم يتكيف ولا ما يتكيفش اموره فهمتني، ويتفرج من التلفزه. والله انا نتفرج فهمتني، هاو شوف هكا كيفاه، هاو مشى هاو جرى ودرا شنو، وبعد شنو القرار نتاعو؟ محمد علي بن رمضان اشك بشك هذاك هو التيتولير. اختاونا بجاه ربي الله يرحم والديك، اختاونا رمضان كون راهو نتفكر حاجات، راهو يبدا العصب يهز فيه ويحطوا كيكه وينطقوني من جنابي. باه هنشوف الخبر اللي بعده. سيدي سلتيك يقترب من توديع الاوروبا ليج. خويا سيباستيان تونيكتي حاول كيفاش تسل روحك منهم، كان باش يتيحوا كذا خويا فهمتي، سل روحك منهم برا خويا، شوف جمعيه اخرى فهمتي، مع حال المردود نتاعك فهمتي توا فهمتي في الطنبك نتاعو. سيدي شنو قالوا؟ ليله صعبه على جماهير سلتيك بعد الهزيمه الثقيله امام حسيلو هذاك هو بنتيجه 4-1.
رغم المردود الممتاز لسيباستيان التونكتي ومحاولته المتكرره لصناعه الفارق. السيد هذا فهمتني جاب لهم الربح، فما ماتش حسيتوا كانوا خاسرين 2 شيء، جاب لهم الربح هو في جرته هو. باه هنشوف الخبر اللي بعده. ايوه الشرطه البريطانيه هي كرر عليه حنا بعد كهو يستاهل، ايش لازم هو يبعث له المساج. الشرطه البريطانيه تفتح تحقيقا في اساءات عنصريه ضد الدول التونسي حنا بعد المشبي. شنو تحقيق شنو هذه تحقيق تي ما يسهر الحكايه. السيد اللي بعث مساج برا بدي تراكيوه منين تبعث المساج ومن تليفون وشكون مولا التليفون وكذا وشدوا قربتوه دوك الخراب في الحبس كاو سهله. تحقيق ولات ودرا شنو خاطر سمعتوا بيه عربي يعملوا فيزا عاد شدوه الراجل ذا ولا السيد الحيوان هذا اللي بعث له ميساج فيه عنصريه وكذا شدوه فهمتي وخلي شيخ حبس. به الى اشباه المحللين والله توحشتهم المحللين عندهم برشا ما نبروش ابارامون شموها قارصه الاولاد. ما لاحظتوش شكل المحللين قاتلين الغرزه ساكتين فما حد شيء تو بريود قاعد فهمتي صبر الموش قاعد يختم على روحه. واو نعطيكم انا ابارامون كي شافوه مشى لاوروبا والسيد بدا يحرك هكا وكل شيء يقول لك زي تو باش نبروا عليه ولا باش نبداو فهمتي كونتر وكذا وباش نحكيو على ملاعبيه اخرين ومش في حسابات لصبر الموشي زايده معنا ما نعملوا. السيد ظاهر فهمتي مسطر في مخه ابارامون باش يتبع كان اللي في مخه ماهوش يتبع حتى حد. ان شاء الله ما يدخلش فيها كجنيه هذاك ان شاء الله يا رب بعدوه بعد السماع على الارض على صبر اللموشي. إلى أشباه المحللين في الإذاعات والبلاتوات ينبروا ولا ينفكوا ليلا ونهارا وهم يطبلون لأحباتهم وأصدقائهم. هذه كل متفاهمين فيهم. أنا واحد من الناس خذيت خبرة قوية على ما عندكمش ولا فكرة. التطبيل وكل تخديم المخ نتاع الجوار ذاك يدخل في بلاصة ذاك وكل الإعلام التونسي كي يبدا يحب المحللين الرياضيين يحبوا يحطموا جوار ويطلعوا على ظهره جوار آخر. هذيك تعرف شنو خذيت خبرة مش نورمال. سيف الدين الخاوي شنو هو اللاعب التونسي الفرنسي عاد من بعيد منذ الموسم الفارط حيث يساهم في كل جولة مع ريد ستار في الدرجة الثانية. لاعب لعب سابقا في المنتخب التونسي لكن سوء التصرف والتوظيف الذي لقاه من شكون مدربين ابرزهم منذر الكبير مدربين منذر الكبير وتغيير مركز كجناح ايمن جعله يفقد قوته المتمثله في وسط الميدان الهجومي. ما نعرفش عارف ان صبر لموشة برمو حاط عين عليه يمكن يعيط له يمكن لا. ان شاء الله في مارس خويا نعرفوا الحقيقه. يا عمكم سامي سامي اسمع فك علي عاد شنو نهار طولو في فمي سامي. عمكم صبري اللموشي في مارس باش نشوفوه باش نعرفوه اذا كان هو تبع راي بتاع مخه والا بدا يسمع في الكلام الاخرين. هاي سيدي احتل اللاعب التونسي ادم العياري. السيد هذا لازم زاد يكون في المنتخب. تحكي لي لا تقول لي 19 سنه لا 18 سنه الله يرحم والديكم. كأفضل هدافين بالدوري الفرنسي أقل من 19 سنة مع باريس سان جيرمان لموسم 2026-25 برصيد 16 هدف وبفارق هدف عن المتصدر القائمة في التعليقات. وين التعليقات حسيتوا هاي التصويرة بيير ما عرفش شكون هذا 17 وادم عياري 16 بونت. الله يرحم والديك يا صابري لموشي. السيد هذايا ميسالش اعمل استثناء. قداش عمره اقل من 19 سنه. خليه يجي يا خويا خليه هاك تبارك الله عليه هاك طويل وكدع هاك كل شيء فهمتي. خليه يجي هاك الاخر فهمتي اسمه لؤي بن فرحات فهمتي طاح عليه الديفونسور هاك بغل كلاس طاح عليه طاح صحيح لؤي بن فرحات لكن قام فيسع الاخر بالسيف هكا يقوم هكا يتنهد هكا بالسيف باش يقوم الاخر طف خفيف هكا فهمتي قام. راهو مش فايده معناها الطول والخشن وكذا ودرا شنو حتى صغار في العمر راهو فهمتي نجموا يلهثوهم. هنشوف الخبر اللي بعده. لا العنصريه كلنا حنا باع المجبري نحن في عام 2026 ولا نزال. حسيتوا شنو قال لهم حنا باع علموا انفسكم وابنائكم. ايوا معناها ربيوا رواحكم لي بارون الوالا وبعد فبدي ربيوا ولادكم. كره القدم للرجال وليست للمرضى النفسيين. كاو عنده الحق. هنشوف الخبر اللي بعد. هو الباترون هو لؤي بن فرحات ضمن التشكيل المثالي لهذا الاسبوع بالدرجه الثانيه الالمانيه. ان شاء الله خويا فهمتي بلاصتك خويا تستنى فيك في المنتخب الوطني التونسي ومن غير ما نوصيك عاد تمشيش تشد ثنيه اخواتك لا ثنيه اللي متليعين منهم كيما علي معلول في الاهلي احسن جوار ويجي في المنتخب التونسي لا حول ولا قوه الا بالله. هذه برشا ناس يقول لك التوظيف نتاع لونترونور وكذا. لا خويا حتى اسمه علي معلول هكا في نفس بلاصته وكذا وكل شيء ما عمل حتى شيء في المنتخب الوطني التونسي. ريان ميسي بعد انتقاله الى نادي نيوم في الدوري السعودي لعب مباراتين في مركز الجناح الايمن. ان شاء الله يكمل في نفس المركز. منتخب تونس مستحق جولات في المركز هكا بالذات. المركز هذاك خويا عندنا نقص فيه عندنا مونك فيه المركز هذاك. ان شاء الله خويا السيد هذا يكون معنا في القائمه الموسعه ان شاء الله في مارس باش يعلن عليها الناخب الوطني صبري اللموشي.
شكون اخر؟ فاز باريس سان جيرمان 3 على اف سرير وشنو. وقد شهدت مباراة مشاركة التونسي ادم غلاب المباراة كاملة مقدمة اداء جيد. تغيب ادم العياري عن المباراة لاسباب خاصة. شنو هي الاسباب؟ الله اعلم. خلينا نشوف الخبر اللي بعده. ايوه في المكسيك تشهد اعمال عنف حسيلو ماكله بعضها الولاد في المكسيك. المدينه المكسيكيه التي تشهد الاضطرابات الواسعه ستستضيف بعد شهر من الان مباريات الملحق العالمي المؤهل لكاس العالم 2026. مانيش عارف انا الجماهير كيفاش بتسافر، وخاصه عندنا احنا توانسه فهمتي، تعرفوا الجماهير التونسيه والله كي يبدا في المريخ فهمتي ديما يتبعوا المنتخب الوطني التونسي ديبلاسيو. مانيش عارف شنو صاير في المكسيك فهمتي، ماكله بعضها بالكدا. فما واحد حسيلو فهمتي غبار قتلوه فهمتي يا اخي، هاجت وماجت وكلات بعضها وطلع عنده فهمتي معلم عنده كدس عباد تحت منه، وجماعه عندهم حسيلو مخطرين على الاخر. مانيش عارف انا كيفاش يا باش تتنحى الكوب دي موند من المكسيك، ينحيوا المكسيك، الله اعلم شنو اللي صاير. هنستناو مازال شهر، ينجموا يفضوها الدنيا كل في شهر، الله اعلم. هنشوف الخبر اللي بعده. بعد سيناريو مجنون انتهت مباراة قاسم باشا وفرنبخشة 1-1، وشاهدت المباراة خروج مرتضى بن وناس بالورقة الحمراء. ابي ورقة حمراء ضرب واحدة بالليل فرج في الماتش، قل لي علاش ورقة حمراء؟ شو كسر واحد عيب وش عمل بجهرب. وخروج ادم عروس دقيقة 84 نتيجة الاصابة متحسن على تقييم 6.9. زويت ثم خويا مصلي على النبي عليهم قاعدين يقدموا في اداء باهي. خلينا نشوف الخبر اللي بعده. يا عمكم جلال القادري فبدي تعرف شنو حالة معاه، مصلي عني بيا ناخذ بعين هبطوا يقعقع. حالة معاه بالكدا في السعودية وبرشلية الولاد اختاروا بتفدليك. شفتوهم المدربين التوانسة كل يشدوا المنتخب في الفترة الأخيرة. ما يقول لك في الهم عندك ما تختار، ابرامو فك الهم عندك ما تختار. أحسن واحد فيهم برشلية اختار بتفدليك جلال القادري. نعطيكم اللخ والله احسن الانترنت اللي يشدوا المنتخب التونسي، معناها في الهم عندك ما تختار. بالطبيعه الخبر الاخير قال لك نيمار فهمتني يواصل الحديث مرارا وتكرارا مع زملائه في سانتوس. في سانتوس حول امكانيه مشاركته في كاس العالم 2026. النجم البرازيلي لا يتحدث عن شيء اخر تقريبا، فهو يؤمن ان كاس العالم تمثل المهمه الاخيره. برامو السيد فهمتني قال لك المهمه الاخيره نتاعي في مسيرته الكرويه بعد كوب دي موند كهو باش يعتزل الكرة. لهنا وصلنا لنهاية أمورك خويا، تعتزل ولا أمورك؟ لهنا وصلنا لنهاية فيديو. شكرا لكم على حسن المتابعة، يعطيكم الصحة الولاد على 1860 مشترك، إن شاء الله نوصلوا 3000 مشترك قبل العيد. هيا عاد الولاد حط اشتراك ابوني، ماكش خاسر حتى شيء والله صدقوني بلوشي ماهوش بالفلوس. نشوفكم ان شاء الله فيديوهات الجايه بالتوفيق المنتخب الوطني التونسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.